أنا لو سألتك أنت تعرف أندرو مارتن ولا لأ؟ أنا قلت لي هعرف إنك أنت مثقف كبير، وإنك أنت تعرف الكاتب البريطاني مات هيج، صاحب أشهر الروايات العالمية. الكاتب ده كتب رواية اسمها البشر. أنت ما بتشعرش إنك بتقرا رواية خيال علمي، لا لا لا، تجربة إنسانية عميقة مغلفة بثوب الغريب والمختلف. الرواية تبدأ من فكرة تبدو خارجة عن المألوف: كائن فضائي يرسل إلى الأرض في مهمة لمنع البشر من اكتشاف معادلة رياضية كفيلة بنقلهم إلى مستوى تكنولوجي غير مرغوب فيه من قبل الكائنات العليا. لكن يبدو في البداية كحبكة علمية يتطور شيئا في شيئا. إيه بقى؟ هتبقى رحلة داخل النفس البشرية وتأملا في جوهر الإنسان. بطل الرواية ليس بشريا في الأصل، بل هو كائن من كوكب بعيد لا يعرف عن البشر إلا القليل، ويعتقد مثل بقية قومه إنهم مخلوقات بدائية تعيش في فوضى من العنف والجشع والغرور. ده فكرتهم عننا: عنف وجشع وغرور. أندرو بيكلف بالمهمة ويأخذ شكل أستاذ الرياضيات في جامعة كامبريدج، الذي كان على وشك اكتشاف المعادلة السرية. المهمة واضحة: تخلص من كل من يعلم بأمر هذه المعادلة ومحو أي أثر لها. أنا عايز أقول لك إن اللغة اللي بيكتب بها مات هيج أحد أهم عناصر سحرها. لغة بسيطة لكنها ممتلئة بالحكمة، لا تعتمد على الزخرفة اللفظية بل على النظرة العميقة التي تصاغ بعبارات جميلة. تحياتي.